نيجي للسؤال اللي محير الناس كلها، ايه احسن وقت للتمرين في رمضان؟ احسن وقت للتمرين في رمضان ده لازم انت تكون عارف الهدف بتاعك ايه من التمرين علشان نعرف نحدد احنا هنتمرن امتى. لو انت عايز تخس فدي احسن فتره ان انت تتمرن فيها ال 40 دقيقه اللي قبل الفطار، بحيث ان انت تتمرن، ويا ريت التمرين يكون كارديو علشان اكيد مش هيكون عندك طاقه كافيه ان انت تتمرن بويتس او حاجه. هتتمرن 40 دقيقه تخلص على الفطار تكسر صيامك على طول. بس في نفس الوقت لو حسيت باي تعب او ارهاق لازم توقف التمرين على طول. لو انت عايز تحافظ على الكتله العضليه فاحسن وقت بالنسبه لك انك تكسر صيامك ساعه الفطار على تمر وميه او عصير رمضاني من غير سكر، وتستنى ربع ساعه مثلا وتبدا التمرين بتاعك. اما لو انت عايز تحافظ برضو على الكتله العضليه او تزيد عضلات شويه او خايف ان عضلاتك تنزل، فاحسن وقت للتمرين بالنسبه لك هو بعد ساعتين من الفطار، بحيث ان جسمك يكون فيه طاقه كافيه وواكل كويس وعندك مجهود كويس ان انت تتمرن. بعد ساعتين من الفطار هتبدا التمرين بتاعك وتخلص، ويبقى عندك وقت ان انت تاكل وجبه تانية ووجبه السحور، وتاخد مكملات غذائيه او سبلمنتس بتاعتك بعد التمرين عشان تضمن ان انت ما تكسرش من الكتله العضليه اللي عندك. لو عايزين تعرفوا ايه اهم المكملات الغذائيه في رمضان تابعوني الفيديو الجاي.